الاختلاف بين الفريقين. الجزء الأول: الاختلاف في تحديد الوقت. الفجر. الفجر عند الأدباء هو الوقت بين السحر والصبح، أما عند الفقهاء فهو يبدأ من طلوع الفجر الثاني وينتهي بطلوع الشمس، وعندهم لا فرق بين الفجر والصبح، فصلاة الفجر هي صلاة الصبح. الضحى. الضحى عند الأدباء هو الوقت بين الغدو والهاجرة، أما عند الفقهاء فهو يبدأ من شروق الشمس ب20 دقيقة إلى قبل الظهر ب10 دقائق. الظهر. الظهر عند الأدباء هو وقت الظهيرة، أما عند الفقهاء فيبدأ من زوال الشمس عن وسط السماء وينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثلها. العصر. العصر عند الأدباء هو الوقت بين الرواح والقصر، أما عند الفقهاء فيبدأ من صيرورة ظل كل شيء مثله وينتهي بصفرار الشمس. المغرب. المغرب عند الأدباء هو وقت غروب الشمس، أما عند الفقهاء فيبدأ من غروب الشمس وينتهي بمغيب الشفق الأحمر. العشاء. العشاء عند الأدباء هو الوقت بين العتمة والسحر، أما عند الفقهاء فيبدأ من مغيب الشفق الأحمر وينتهي بطلوع الفجر. السحر. السحر عند الأدباء هو الوقت بين البهرة والفجر، أما عند الفقهاء فثلث الليل الأخير. الرجاء الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائك والاشتراك في قناة زوتو. للاستفسارات أو الاقتراحات يمكنك التواصل مع زوتو ربحي عبر هذا البريد الإلكتروني.